عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدأ به صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. انا حبيت اطلع لكم كده بفيديو كده بسيط، ردا على اللي عمله جبس مصر وطبعا المدام بتاعته. كده عيب يعني، كده عيب وكده حرام وكده متنافي عن احكام الدين بتاعنا. طبعا احنا مسلمين يا جماعة، انتوا عشان الفلوس هتتهبلوا، عشان الفلوس هتتجنوا. بقول ما ام مسلم يعني مش عارفة انت صغيرة على اللي انت بتعمليه ده، انت لسه صغيرة على اللي انت بتعمليه. فاتقي الله، اتقي الله. طلع لك ولاد وطلع لك عيال ويطلع لك احفاد. انت ضامنة؟ انت ضامنة نفسك ولا ضامنة حياتك ولا ضامنة فلوسك ولا ضامنة جوزك؟ هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت عشان الفلوس تعمل ترند فيه تحريض على الرذيلة وتحريض على كل حاجة وحشة في مجتمعنا. انا اطالب بالتحقيق معاهم زيها زي ام زياد وهبة والكلام ده. ام زياد وهبة دي اللي تحولت للتحقيق واتحبست، زي انوش وزي التانيين. المفروض نطهر دعوة لتطهير اليوتيوب والفيسبوك وكل حاجة على النت. النت دلوقتي قاعد مع الاطفال ومع العيال ومع كل حاجة. انتوا بتغيروا مجتمعنا. انتوا بتصدروا ايه للناس؟ بتصدروا ايه؟ اعملي محتوى ينفعك وينفع ولادك من بعدك. اعملوا محتوى تساعدوا القنوات الصغيرة، ساعدوا القنوات الصغيرة، كبروهم. ما انت هتكبروا وهم هيكبروا. م? لما واحدة تتصل بكم وتقول لكم اعلانات واعملوا لي اعلانات، بتطلبوا منها الوفات. هي لو معاها الوفات هتطلع القناة ليه وهتعمل القناة ليه؟ اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله. حسب الله ونعم الوكيل. انا بطالب بالتحقيق معاهم. يا ريت كلنا نعمل هاشتاج مطالبة بالتحقيق مع جبس مصر وام سليم. لا، عشان يتربوا. مش اول مرة، مش اول مرة ان هم يصدروا لنا القرف والبلاوي اللي هم بيعملوها دي. لما يجيبوا واحدة ويقولوا عليها اتجوز عليها ويعملوا حوارات ويعملوا، انا من اول الحوارات دي وانا عارفة ان دي اشتغالة، اشتغالة وحوارات والتعلق على قلة الادب. انت بتعملي ليه كل ده؟ عشان 10,000 20,000 30,000 ملايين بتلموها على قفانا وعلى قفا مين؟ يا جماعة اللي بيشاهدوكوا دول نطالب بمقاطعتكم. انا اطالب بمقاطعة جبس مصر. ايه؟ اطالب بمقاطعة جبس مصر ومسلم. مطرح ما تفتح اليوتيوب بتلاقيهم، مطرح ما تفتح الفيسبوك بتلاقيهم، على انستجرام، على كل حاجة. انتوا فاضيين للقرف ده؟ ايه؟ لما انت دلوقتي رحت حجزت لها في الكوافير ورحت بدلة ورحت الفرح ورحت عملت، هو ده ايه؟ هو الاشهار ده مش اشهار؟ انت دلوقتي ما هي بذمة مراتك دلوقتي. هو شرط الزواج ايه؟ الاشهار. انت اشهرت جوازك، زواجك من ليه مي ولا اصالة دي؟ انت بتستخف بعقول الناس ليه؟ انا اطالب بالتحقيق معاك والقبض عليكم. لازم يتقبض عليكم وتتربوا وتتعلموا الادب، لان كده فعلا قلة ادب. كده تحريض على الرذيلة وتحريض على الزنا وتحريض على فعل الفاحشة. ايه؟ لما انت عيلة لسه صغيرة يا مسلم وتعملي اللي انت بتعمليه، اما لما تكبري هتعملي ايه؟ هي الفلوس هوستك؟ احنا بنشوف نماذج جميلة على اليوتيوب، راجل ومراته وزوج وزوجته بين عياله بيتعلموا الدين وتعلموا اصول الدين، بيطلعين بمحتوى وبيقبضوا احسن قبض وبيشتغلوا على نفسهم، ومحتوى هادف مش محتوى سافل، محتوى قليل الادب. انا الكلمتين دول في قلبي بصراحة، مش عايزة اقول كلام اكتر من كده، لان انا كده مش هينفع، يعني كده مش هينفع اللي احنا فيه. احنا بنطلب بمقاطعتكم. يا ريت اللي بيشوف جبس مصر يبطل يشوفه، يبطل يفتح الفيديوهات بتاعته. عايزين نوقعهم، عايزين نوقعهم، لان فعلا كده عيب، كده استخفاف بعقول الناس المشاهد. كده طلع لنا اجيال لما ياخدوا وتصدروا لهم الفكر اللي انتوا جايبينه، ما اعرفش جايبينه منين ولا من اني داهيه. حسب الله ونعم الوكيل. جايبين لي واحده عريانه تصور معاك وانت عريان، يعني ما لو كنت حلو، يعني استغفر الله العظيم، يعني ما انتش وسيم يعني، عشان يعني تعمل اللي انت فيه. الفلوس بتعمل كل حاجه، الفلوس بتعمل كل حاجه. الفلوس بتجنن والفلوس بتهبل والفلوس بتخلي الواحد الوحش حلو والشمام بيبقى كذا. ايه؟
طبعا الفضائح اللي طلعت اصالة دي تقولها دي انتوا مدربينها مع بعض برضو، وانتوا قلتوا اختموا الفيلم بتاعكم. طلعلي بقى مصنوم وطلعلي ببيجامه جنب راجل غريب. ايه قلة الادب اللي احنا فيها دي؟ ما تحترمي نفسك يا مسلم شويه. احترمي نفسك، معاكي ابنك ومعاكي ابنك التاني، هيطلعوا وهيكبروا وهيشوفوا اللي انت بتعمليه. ما يمكن يطلع ابنك كويس ويطلع ابنك ابن حلال ويطلع هادي يستعار منك. واهلك فين اصلا من اللي انت بتعمليه ده لما انت مش شرقيه ومش الزقازيق ومن الحتت دي؟ ده بناتنا في الزقازيق وبناتنا في الشرقيه ما بنشوفش منهم الحاجات اللي انت بتعمليها دي. هو جبس مصر خلاص علمك ان انت تطلعي كده، وعمرك في حياتك ما تطلعي تمثلي، يعني لحسن تفكري ان انت كده هتمثلي. ما بتمثليش انت كده ولا بتعملي اي حاجه، ولا حد هيشوفك من على التلفزيون ويقول لك والنبي لا تعالى اعملي معانا فيلم، لا تعالى مش عارفه ايه. دمك تقيل على فكره، دمك تقيل وثقيله. احترمي نفسك شويه، او احترمي ان انت لسه عيله صغيره. احترمي ان انت لسه طلعلك اولاد هيحاسبوك على كل فعل وكل حاجه بتعمليها. طبعا يا جبس مصر ما شاء الله عليك، انت متربي تربيه حلوه، واهلك المفروض يقولوا لك عيب. وهي اهلها ناس عاديين خالص، ناس محترمه وناس عاديه خالص، المفروض ينصحوكي، يقولوا لك اللي انت بتعمليه ده غلط، واللي انت طلعاه على الشاشه ده غلط. والنبي كرامتك فين لما جوزك يلمس واحده كده، ولا جوزك يتكلم مع واحده، ولا انت تتصوري جوزك وهو في اوضه النوم، ولا تصوري جوزك وهو قاعد معاها ولا قلع عريان؟ قال داخلالي تكتشف الخيانه بالكوتش من بره. ما تحترمي نفسك شويه، احترمي نفسك يا مسلم، احترمي نفسك. مش الفلوس هتهبلك وعملتك بني ادمه. احترمي نفسك احسن لك. ايه يا رب بحق جه النبي وطالب بالتحقيق معاكم، لان انتوا افلامكم وحركاتكم وفيديوهاتكم بتحرض على الرذيله من الاخر، بتحرض على الرذيله وبتحرض على قله الادب. بتخلي الشاب اللي يشوف المناظر دي يطلع مراته على السوشيال ميديا. ما في نماذج كتيره بيطلع بادب واحترام، بيطلع بيصدروا معلومه، بيصدروا الدين كويس. احنا مسلمين يا جماعه، مش مجتمع غربي، احنا مجتمع شرقي، يعني عارفين الاصول وعارفين الدين وعاداتنا وتقاليدنا. عاداتنا وتقاليدنا ان انت جوزك ما عندكيش كرامه. انت لو عندك كرامه مش هتخلي جوزك يوافق ان هو يعمل الفيلم ده. هتطلعي وتعيطي وتقولي شمام ومش عارفه. انت كل اللي انت قلتيه ده فعلا ده حقيقته، كل اللي انت قلتيه ده فعلا حقيقته، وانت طالعه تقوليها. اتقي الله شويه، وانا بطالب بالتحقيق معاكم عشان بعد كده ما تطلعوش اللي انتوا بتعملوه ده. حسن وزينب هما فين دلوقتي؟ حسن وزينب دول الوقت بيعملوا فيديوهات عادي، وفيديوهات كانوا بيعملوا زيكم كذب. بتكذبوا على مين؟ بتكذبوا على ربنا. اتقي الله شويه يا ست مسلم. طبعا المسلم ديت لها حاجه تانية خاصه. مفيش واحده على اليوتيوبر عملت اللي هي بتعمله ده خالص. بيعملوا مقالب وبيعملوا كل حاجه ما شفتش انا اللي انت عملتيه ده نهائي، لانك ما عندكش كرامه. ما تزعليش مني على اللي انا بقوله. يا ريت الفيديو ده يوصل للكل ان شاء الله، واللي تشوف الفيديو تعمل لايك وشير واشتراك عشان هنزل لكم فيديوهات من نفس المحتوى ده جديد، فيديوهات انتقاد لكل اليوتيوبر الكذابين واليوتيوبر اللي مش كويسين. خلاص يا جماعه، اتمنى اللي تشوف تدعمني بالقناه بتاعتي. طبعا القنوات الصغيره، في قنوات كتير اعملوا محتوى خيري، قنوات ترفع القنوات اللي هي الصغيره دي. في قنوات كتيره محتاجه الدعم، في قنوات كتيره اطالب بالدعم للقنوات الصغيره اللي احنا لسه فيها دي. لما تقولي الواحده قناه كبيره ارفع لي فيديو بتطلب منك الوفات. انا لو معايا الوفات مش هفتح قناه، وهو الباب رزق ليا. يا ريت يا جماعه تشوفوا الفيديو ده. بتمنى اللي تشوفه تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله فيديوهات جديده من النوع ده. السلام عليكم ورحمه الله.